السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي مطبخ ام برهان. كي راكم خواتاتي ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو تاعي في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله جيتكم بوحده الشاباتي تونسي شنقول لكم بنتو بنا يعني رائع، خبز ما تامنوش شحال شباب ومحشي كي راكم عارفين شاباتي بالبيض، درت له لي فريت الحميص طون، يعني وصفه رائعه ان شاء الله تعجبكم. قبل ما نبداو في الوصفه تاعنا نقول لكم ما تنساوش تصليوا وتسلموا على رسول الله، تشتركوا في القناه، ديروا لايك للفيديو باش يوصلكم كل جديد، تفعلوا زر الجرس. دونك نبداو في الوصفه تاعنا ما نطولش عليكم. دونك كيما راكم تشوفوا الصوره راهي تهضر على روحها. نبداو في الوصفه تاعنا. راح نحتاج فيها كاس تاع حليب دافي، كاس تاع يحمل 240 مليلتر كيما راكم تشوفوا. راح نضيف لها مغرف كبيره نتاع السكر، مغرف كبيره نتاع خميره الخبز، على راس المغرف ملح، يعني حوالي نص مغرفه صغيره. راح نضيف لها 3 مغارف نتاع الزيت كيما راكم تشوفوا. نخلط كامل المكونات بالفويل ونجيبوا الفرينه تاعنا باش نلموا العجينه. هذا مكان هذا ما تسحق الخبز تاعنا. دونك راح نجيب فرينه كنت مغربلتها الكونتيتي ما قدش نعطيكم اكزاكت، نتوما لموا نوريلكم انا القوام كيفاش لازم يكون معكم. دونك نبدا نلم في العجينه تاعي كيما راكم تشوفوا. دونك القوام تاع العجينه تاعي لازم يكون شاد روحها، تكون شاده روحها، ما تكونش تتلصق معايا كيما راكم تشوفوا. انا هنا بعد ما لميتها راح نعجنها حوالي دقيقتين حتى 3 دقائق حتى ترطب معايا. نعاود نديرها في البول تاعها ونخليها تخمر نص ساعه، يعني على حساب نتوما والجو تاع المطبخ تاعكم، يعني تشوفوها تضاعف الحجم تاعها باش تعاودوا توليو ليها. كيما راكم تشوفوا هنا عجنتها قلنا مده 3 دقائق حتى رطبت معايا. شوفوا هنا كي ولات. نحطها في البول تاعها، نغطيها، نخلوها نص ساعه ولا حتى يضاعف الحجم تاعها. وهنا بعد ما ضاعف الحجم تاعها كيما راكم تشوفوا راح نهبط لها الخمور. دونك هكذا راح نهبط لها الخمور. نعاودوا نجيبوا ديك البورصه تاعنا اللي كنا مغطيين بها ونحلوا فيها الخبزات تاعنا. هذه الكميه راح تقطع لنا 6 تاع الخبزات. تقدروا تستعملوا الميزان، مي انا قطعتهم غير هكا كيما راكم تشوفوا. نقطعوا على 2 وكل نص نقطعوها على 3 وهكذا راح دير معانا 6 تاع الخبزات. راح نكورهم كيما تشوفوا. راح نستعين بشويه نتاع الزيت، لاباط راهي تتلصق معايا شويه. كي ديروا شويه تاع الزيت راح تساعدكم بزاف الخدمه. هكذا كور كامل الحباس، نعاود نفرشهم في البورصه تاعنا ونقرصوهم. هكذا بعد ما كورتهم راح نخليهم يرتاحوا حوالي 5 دقائق باش التقراص تاعهم يجيني ساهل. وفي التقراص ما لازمش نرقوا الخبزه تاعنا بزاف، يعني السمك تاعها لازم يكون متوسط. دوك تشوفوا كيفاش لازم يكون معايا. دونك راح نكمل نقرص كامل الخبزات تاعي ونعاود نولي معكم باش تشوفوهم معايا. انا بعد ما قرصتهم كامل راح نغطيهم ونخليهم يطلعوا معايا حوالي 10 دقائق حتى لربع ساعه. بعد ما يطلعوا راح نكون درت الطاجين تاعي يسخن ونبدا نرمي في الخبزات تاعي يطيبوا. انا طيبتهم في يعني مره واحده، لكن عندكم طاجين كبير احسن طيبوهم مره واحده باش ما يشدوكمش. كيما راك تشوفوا تحطوهم في الطاجين يبداو يطلعوا كيما كاين ينتفخوا معكم شويه. قد ما تشوفوهم تحمروا من جهه اقلبوهم هكذا، يعني هما راح ياخذوا معكم تحميره شابه. راح نكمل نطيب كامل الخبز تاعي ونعاودوا نوليو باش نشوفوا الحشو مع بعض. دوك هنا الحشو تاعنا راح نحتاجو في كل ساندويش حبه بيض. راح نضيف لها كميه نتاع البصل المقطع، كميه نتاع المعدنوس كيما راكم تشوفوا مقطع، كميه نتاع الملح. نخلط كامل مع بعض ونديروها اومليت على شكل دويره. لازم تكون الدويره تاعنا على قد الخبزه يعني باش تجي سواسوه. ولازم المقله تاعكم ما تكونش تلصق باش الاومليت تاعكم تخرج مفينيه، يعني دويره مسقمه كيما راكم تشوفوا. ما لازمش تكون المقله تاعكم تلصق. هكذا راح نكمل نطيب كامل الحبات كيما هكا 6 تاع الخبزات كيما هكا باش نحشي كامل الخبزات تاعي. كيما قلت لكم حبه بيض، كميه تاع البصل المقطع هكا يديروها برا، يديروا فيها البصل المقطع يجي بنين، كميه تاع المعدنوس، كميه تاع الملح. وهكذا تنطيب كامل الخبزات تاعي.
دونك هنا كنت مطيبه الحميص فلفله وطوماطيس وشويه حار وزيت زيتون راكو عارفين. هادو هما لي زومليت تاعنا. دونك راح نحشي كامل خبز التبين. نحتاج ايضا هريسه مايونيز طون تاع الزيت وكنت صانعه ايضا صوص فرomاج. كيما راكم تشوفوا راح ندهن الاولى كميه نتاع الهريسه. ديروا على حساب ما تحبوا نتوما الساندويتش تاعكم يكون حار. درت كميه نتاع لاصوص فرomاج كيما راكم تشوفوا. راح نحطوا الاومليت تاعنا تاع البيض اللي كنا قاليينها. انا درت فيهم لي فريت هما ماشيش فيهم لي فريت مي انا درتهم وجاو بنان وانتوما كيما تحبوا. دونك دهنت ايضا كميه نتاع الحميص كيما راكم تشوفوا حميص حار. راح ندير كميه نتاع الطون ايضا. هما يحبوا الطو كيما تشوفوا. انا طو كنت شاريه بواط كبيره ودرتها في هذوك البقالات تاع المايونيز باش نحتفظ بها اكبر مده ممكنه. هنا درت هذوك السلايس فرomاج تاع شيزي. زدت ضفت كميه نتاع صوص فرomاج باش يجي الساندويتش تاعي مشمخ وبنين. دونك كيما هكا تقدروا تعاودوا تحميوهم يعني فوق الطاجين تاعكم ولا الا كانت عندكم بانينوس ايضا يجوا رائعين كيما هكا وتقدموهم. ما بقى لي نقول لكم ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم ونلقاكم في فيديوهات اخرى ان شاء الله. مع السلامه.